تعالى وبركاته. الحمد لله العظيم كما ينبغي لكريم وجهه ولعز جلاله ولقدم سلطانه ولنور وجهه الكريم الذي أشرقت له الظلمات وقامت به السماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. الحمد لله العظيم رب العزة رب العرش العظيم الكريم الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام. الحمد لله العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش العظيم الذي هو قبة الأفلاك قبة الوجود. الله العظيم الموجود الذي لا إله إلا هو لا رب سواه رب كل شيء ومليكه القوي المتين الذي لا قوي ولا متين سواه الرب العظيم الذي لا عظيم غيره رب العزة رب العرش العظيم ذو الجلال والإكرام رب الجبروت رب الكبرياء رب العزة الملك العلام مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه نرجع وإليه المصير رب العرش العظيم. الحمد لله العظيم لألوهيته فهو رب كل شيء وهو الإله المعبود الذي لا معبود سواه. الحمد لله العظيم لربوبيته فهو رب كل شيء ومليكه خالق كل شيء لا خالق سواه رب العرش العظيم رب العزة ذو الجلال والإكرام الحي الذي لا يموت رب الوجود سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يشركون. الحمد لله العظيم كما ينبغي لكريم وجهه ولعز جلاله ولقدم سلطانه ولنور وجهه الكريم الذي أشرقت له الظلمات وقامت به السماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. الحمد لله العظيم لعظمته فهو العظيم بحيث لا عظمة إلا عظمته العظيم جدا بحيث لا حد ولا نهاية لعظمته فهو العظيم المتكبر القهار القاهر فوق عباده لا وجود إلا وجود الله العظيم فهو الذي أوجد كل شيء من العدم من لا شيء. الحمد لله العظيم رب العزة رب العرش العظيم الذي لا قوي سواه ولا جبار غيره العظيم الجليل الكريم الكبير المتعال. أتواجد حاليا في منطقة عكريش حيث حينما قضيت الطفولة الأولى مع صديقي نوفل كان يأتي بي إلى هذا المكان فنرعى الغنم كنت أرعى الغنم أنا ونوفل صديق الطفولة لدى جده في هذه المنطقة عكريش التي هي ناحية الرباط وأنا من مواليد 12 يوليو 1999. قضيت الطفولة هنا وتوفي والدي عبد الله حينما كان عمري 10 سنوات في 2009. أصبحت يتيما ولم فقد أباه. ثم في سنة 12 فقدت أمي أسماء. في سنة 2 أصبحت لطيما. رأيت الغنم مع صديقي نوفل حينما كان يأتي بي إلى هنا عكريش في الطفولة الأولى. والدي تاجر كبير وعالم دين لم يعترف بالدولة الملعونة الكافرة لم يعترف بها. لم أتسجل أنا في الحالة المدنية ولا أبي كذلك وكان تاجر حر لا يعمل مع الدولة الملعونة ولا يعترف بها. وعلمتني والدتي أثناء يعني التعليم الأولي كان على يد والدتي ثم والدي وهو كان عليم. أصلنا من مصر من الإسكندرية. أنا المهدي المنتظر محمد رسول الله محمد الرسول أعظم وأسعد مخلوق في الوجود. ثم أنا كذلك مريم
عمران تناسخ الأرواح لا تجوز إلا لي وحدي من بين العالمين. كذلك أنا حواء أم البشر، وأنت أول مخلوق حي في الوجود خلق الله عز وجل من نور وجهه الكريم قبل خلق السماوات والأرض بأزيد من 37 مليار سنة من سنين الآخرة، والسنة في الآخرة تعادل 360 مليار يوم، واليوم عند ربك يعني في الآخرة كألف سنة في الدنيا. يعني أنني لبثت مع الله عز وجل في جنات الوسيلة معه وحده في جنات الوسيلة، كأنني جلست معه طيلة الأبد. لذلك أقسم بعمري فقال لعمرك يا محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سأتحدث في هذه الحلقة أو الحصة سأخصصها فقط لطفولتي وتعليمي. تعلمت من والدي حينما مات والدي، وتعلمت من والدتي رواية والدي، تعلمت العلم الشرعي وغير ذلك والعربية وتعلمت من الانترنت، تعلمت كذلك من الشارع من مدرسة الحياة. أتقن اللغات الأجنبية الإنجليزية الفرنسية الإسبانية والعربية بطبيعة الحال، فأنا عربي، المهدي عربي، الوجه وجه عربي. ولم يفاجئني الأمر لأنني كنت مريم وكنت حواء وكنت أنت، يعني 3 مرات كنت أنت، والمرة يعني حينما كنت محمد كنت رجلا كامل الرجولة، وحينما كنت محمد بن الحسن العسكري الذي ولد بسامراء سر من رأى من المدينة العراقية المعروضة في سنة 255 هجري، أمي نرجس الرومية، هي من بنات الملوك البيزنطيين. ماذا سنقول؟ تعلمت كذلك يعني من التلفاز، من يعني من أي مصدر للمعرفة تعلمت كذلك. وكذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.